اهلا وسهلا بنات، شو الاخبار؟ اسمع، بسوي معاكم شعري اليوم. بسويه نفس اللي سويته الاسبوع الماضي في حفلة تامر الفوليوم. وقبل كل شيء ترى مش مسوية فيلر. طلعت لي حبة الحرارة، نفخة جزء من الشفايف، بعد ليتها متوزعة. شو نعمل؟ عموما خلوني ابدأ معاكم. طبعا كله بسويه بجهاز كلارا المتعدد الرؤوس، زائد يعني نفس اللي سويته هذيك المرة، حطيت اللي هي رغوة التصفيف. حلو. فببدأ أول شيء أحطه على شعري وهو نص رطب، أي مو نص رطب. شفتي لما تطلعين بس وتجففين اللي هو تجفيف الفوطة، هذا هو. تحطينه كذا يتوزع، تمام، لأنه بيعطيك فوليوم للشعر مرة يجنن. بس اليوم بسويه فوليوم اللي ما يمزح، يعني كأنه تسريح إلا شوي. فبحطه كذا وببدأ إيش، بسم الله، بمشط الشعر. بعدها بجففه تجفيف عادي بالاستشوار، أو يعني استشوار كلارا نفسه. شوفوا ترى الطريقة مرة يعني سهلة وسريعة، بس تحتاج اللي هي يعني تكنيك بسيط جدا، يعني حتى مو صعب. باخذ راس التجفيف و بسم الله. طيب الحين جففته تجفيف عادي. بوريكم بنات، شوفوا انا هذه نوعية شعري، يصير يعني فيه مو كيرلي بس يعني زي اللفة. المهم جففتها، بس يبغالها ايش، بنغير الراس الحين. وبحط الله يسلمكم هذا الكبير، نستشوره لحد ما احس انه يعني جف تماما، واللفات خلاص يعني راحت. فايش ابدا اقسم تقسيمي. بس اسمعوا لحظة عشان تسمعون وانتوا تستشورون. دائما خذوه على فوق مع هذه اللفة، دائما خذوه على هذه بهذه الطريقة، تمام. يعني اليوم نشتغل كله على الفوليوم، فكل تكنيكات الفوليوم نستخدمها. طبعا ما راح نطول يعني في هالخطوة، مع انه ما يحتاج، بس يعني نشيل اللفات. بعد طيب الحين خلصت اللي هو الاستشوار، يعني ما شديت حيلي. طيب فبغير هذا الراس، بس قبل ما اسوي ولا شيء راح اقسم شعري تقريبا 5-6 تقسيمات. طبعا على حسب، يعني مثلا ما شاء الله كثافة الشعر، انا مو مرة كثيف، فممكن في بعضكم بيحتاج اكثر من تقسيمة، بس بوريكم اياها. وقبل كل شيء بحط لكم اللي هو كود خصم كلارا، عشان لو حابين تستفيدون منه قبل ما اخلص التوتوريال. طيب الحين قسمت الشعر، هذه كاملة، هنا 2 ومن ورا 1 2. حلو. ايش الان اللي بنحتاجه؟ نحتاج هذول الراسين ورولات. طبعا انا استخدمت هذيك المره هذا الحجم، كان ودي الحجم الاكبر، بس هذا اللي عندي استخدمته. فهذا اللي بنحتاجهم الان. فايش راح نسوي؟ نبدا بهذا القسم. حلو. ناخذ اللي ورا. طبعا هذه يمكن احط 3 رولات او 4، فراح ابدا من ورا. حلو. لحظة، اللي راح تعطيني هذه الجهة،
شفتوني؟ لا، الحين اوريكم. بسم الله. طيب بنات شوفوا، الحين اخذت هذه القطعة وشغلت هذا، بسم الله، راح اسويها هذا الشكل. تمام. الحين باخذ الرولة وبلفها. هذه الطريقة. حلو. ثبتها. عشان كذا قلت لو يعني تمنيت انه في رولات اكبر. ايوه. الحين نبدأ بالقسم الآخر. طبعا الغرة راح أجيبها على قدام مو على ورا، نفس هذه القطعتين. هنا أوريكم. نفس الشيء، نفس الطريقة. تمام. يلا ونلف. طيب الحين الغرة، يا سلام. نغير الراس هذا عشان يعطيني اللفة على قدام. ألفها بهذه الطريقة. حلو حلو. الحين اللي ورا هذه الجهة بلفها على فوق، وهذه القطعة بلفها على تحت، نفس هذولا. طيب بنات شوفوا الحين هذولا، هذه على قدام، هذه على ورا، هذه على ورا، هذه على ورا، هذه على ورا، هذولا على فوق. نجي الحين للي على جنب. عيب عيب طبعا. لحظة نضبط بس الشفرات اللي صارت. معلش غلطتي. طيب ناخذ وين الراس الثاني، هذا يا ويلي نسيت. هاي مهم ناخذ اولا الجزء اللي فوق. هذيك المرة ودي اجرب شيء، هذيك المرة خليتهم على يعني قسمين على يعني من تحت، فودي اجرب اليوم اخلي واحدة على تحت واحدة على فوق بشوف ايش طلع هذا الراس. طيب ف ناخذ هذه.
كذا وبلف الشعر. طيب بجرب التجربة، الله أعلم وش بتصير، بس نجربها وياكم. هي كذا كذا بتصير فوليوم مرة حلو. فشتو هذه لفيتها كذا، هذه أبي ألفها على فوق. طبعا ليه هذيك المرة تمنيت يعني وأنا قاعدة أسرح الشعر، تمنيت القطعة اللي تحت كذا وهذا كذا، حسيت إنه بيطلع حلو، فبنشوف نضبطها وياكم. يا ويلي ويلي ويلي، خربت اللي فوق. أوكي، نفس هذا بعيده هنا. طيب هذه الفقرة المفروض تسوينها انتي قبل مثلا ما تسوين الميك اب، عشان يعني مثلا تاخذ وقتها. ممكن تبخين شوية سبراي، نفس ما سويتها صراحة المرة الماضية. في بعضهم يحبون يغطونه، ممكن تخلينه تسوين شغلك. يعني قولوا مثلا من نص ساعة، أحس نص ساعة مرة يعني وقت حلو. فالحين راح ما أدري متى استخدمتها صراحة، من سنة 25 حللت هذا الجهاز، شفتوني أكثر من مرة. ما أدري متى استخدمتها صراحة، من سنة 25 حللت هذا الجهاز، شفتوني أكثر من مرة. ما أدري متى استخدمتها صراحة، من سنة 25 حللت هذا الجهاز، شفتوني أكثر من مرة. أخذه معاي خصوصا يعني في السفر، لأن يعني كل اللي تحتاجه بس اللهم الجهاز موجود، بس اللهم تغيرين الراس. هذه الفرشة الكبيرة، هذه الأصغر، عندك اللي هو رولات اللف اللي حقت الويفي، أو نفس ما سويت شعري فيه، تعطيكم فوليوم مرة حلو، واللي هو راس التجفيف. أحسن من كذا جهاز ما فيه. شوفوا بنات، وحكوني عن الفوليوم اللي ما راح ينام وياكم أبد. يعني شوفوا قد ما مشطتوا يزين معاكم أكثر. الحمد لله أني سويت هذه الحركة، لأن حسيتها يعني عطت جو. شايفين؟ ممكن تخلين شعرك هيتس أو شوفوا أي جهة بتحركونه يطلع معاكم حلو. أوريكم من هذه الجهة. شوفوا الفوليوم موجود. تبون بعد نجرب بالنص؟ خلينا نشوف.
يعني كله خيال. It's the most wonderful time.